صباحكم جميل وأهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده هنتكلم فيه عن حاجة مهمة جدا، فكرة الأوفرينج، فكرة الصدقات أو القرابين في مصر القديمة. الماستر سين اللي موجود في كل مكان فيه آثار مصرية قديمة. دخلت معبد، دخلت مقبرة، دخلت متحف من المتاحف وشفت فيها آثار شكلها مختلف كتير، هتلاقي دايما الماستر سين الملك بيقدم اوفر للإله أو الشخص بيقدم اوفر للإله. دايما الماستر سين حوالين الأخذ والعطاء. حتى في البرديات هنلاقي الماستر سين فيها هو الأوفرينجز. عشان كده الأوفرينجز مهمة جدا. كانت فلسفة صدقات وفلسفة العطاء وفلسفة النذور في مصر القديمة فلسفة عميقة جدا، أثرت وشكلت الوعي المصري بشكل كبير جدا، وكان ليها أهمية وكان ليها جوانب مختلفة كتير جدا. وكمان الأوفرينجز ما كانتش مجرد عطايا بشكل عام، ولكن كانت عطايا مميزة من أفضل وأجود ما يمتلكه الفرد. الأوفرينجز كان ليها أشكال كتير، منها الأكل ومنها الشرب ومنها السيمبلز ومنها البرفيومز ومنها أشكال وألوان كتيرة جدا. وفي الأوفرينجز المصري القديم ما كانش بيقدم الأوفر كده وخلاص، ولكن الأوفر كمان كان له علاقة بطلب وأمنية الشخص، سواء كان الملك أو أي فرد في الدولة. يعني الشخص اللي رايح بيقدم الأوفر وبيدعي وبيبتهل وبيتمنى من الإله إن هو يعطيله علم، فكانت الأوفرينجز بتاعته مختلفة عن الشخص اللي بيروح وبيدعي للإله إن هو محتاج ذرية وأولاد، غير الشخص اللي محتاج القوة ومحتاج السيطرة، غير الشخص اللي محتاج الاستابيليتي. فكل واحد فيهم الأوفرينجز بتاعته بتبقى مختلفة عن بعضها، وبالتالي العطايا كمان الإلهية كانت مختلفة كتير جدا. من الجوانب بتاعة الصداقات عالم كبير وفلسفة كبيرة جدا. عشان كده أنا قررت أعمل ورشة عمل مقسومة على يومين، هنتكلم فيها عن فلسفة الأخذ والعطاء، فلسفة الأوفرينجز الصدقات والقرابين والنذور في مصر القديمة، أنواعها وأسباب التقديم وطريقة التقديم وأنواع الأوفرينجز اللي ماشية مع المواقف والاحتياجات المختلفة. إمتى المصري القديم بيقدم مثلا من الأوفرينجز دي اللاتس الخس، إمتى بيقدم زهرة اللوتس، إمتى بيقدم البصل وبيقدم الخضروات وبيقدم المحاصيل بتاعة الحقول، إمتى بيقدم سيمبلز، إمتى بيقدم عطور وبخور، امتى بيقدم مثلا عطور الفرانكنسنس، امتى بيقدم المر، امتى بيقدم العنبر، وامتى بيقدم انواع تانية زي الميفيكات الفيروز من الاحجار المهمة. فالفكرة وعالم الاوفرينجز علشان نقدر لما نبص على الاثر ونبص على الحيطة بتاعت المعبد ونبص على الحيطة بتاعت المقبرة ونبص على البرديات، نقدر نفهم سبب وراء اختيار أنواع الأوفر مع اختيار المواقف المختلفة والنيدز المختلفة من الإله. الكورس ده أنا هعمله على مدار يومين خلال الشهر الحالي بالتعاون مع حورس أكاديمي. هسيب لكم التفاصيل بتاعة الكورس ورقم تليفون التواصل مع حورس أكاديمي للاشتراك معانا في الكورس. هيكون عبارة عن محاضرتين على زوم إن شاء الله، وهيكون كمان المحاضرات دي مسجلة علشان المشتركين في الكورس يقدروا إن هم يرجعوا لها مرة تانية، مع كمان ماتيريال كده PDF جميلة فيها تصنيفات الكلاسيفيكيشن بتاعة الأوفرينجز وأشكالها المختلفة ومواقفها المختلفة وفلسفة الأخذ والعطاء، وكتير جدا من المعلومات اللي هنطرحها داخل الورشة اللي على مدار يومين إن شاء الله. وأشوفكم على كل خير.